السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطار ابن عطار قال لي اخلطي الموز بالثوم، ده كنز رباني مش اختراع. اخلطي الموز والثوم مع بعض وحلمك هيتحقق من اول مرة. تابعي معايا الفيديو للاخر وشير الفيديو عشان اكبر عدد من الناس يستفيدوا. زي ما حضراتكم شايفين احنا في الوصفة ديت الثوم بتاعنا لازم يكون فريش، يعني احنا هنحتاج في الوصفة ديت حوالي 5 فصوص من الثوم، ولازم نجهزهم مباشرة قبل الوصفة. يعني طول ما ان احنا نشتغل في الوصفة اول حاجة نجهزها معانا التوم. يعني ما ينفعش ان احنا نجيب توم يكونوا مخزنينه او توم يكون مثلا مفصصاه من قبلها بيوم ونجهزاه، لا، هو يكون فريش يعني في نفس اللحظة اللي انت هتشتغلي فيها في الوصفة. زي ما حضراتكم شايفين انا هفصص الخمس فصوص بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، تشيل القشر بتاعها وهجهزها معاكم بالطريقة اللي انتم ملاحظينها. بعد طبعا ما قشرت معايا الخمس فصوص بالطريقه اللي انتم شفتوها، هبتدي ان انا اقطع الثوم بتاعي لشرايح رقيقه جدا، يعني الشرايح بتاعتي تكون رقيقه جدا زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده. هقطع بقى الثوم بتاعي كله بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، وبعد كده هنشوف احنا هنشتغل في بقيه الوصفه ازاي. تمام. زي ما حضراتكم شايفين الوصفة بتاعتي محتاجة ان التوم بتاعك يكون رقيق جدا عشان خاطر يندمج مع بقية المكونات. بعد كده جبت واحدة من الموز، احنا هنحتاج في الوصفة ديت واحدة من الموز، وكمان يفضل ان يكون الموز بتاعي يكون مستوي، يعني عشان يدينا نتيجة افضل. يعني ما يكونش الموزاية بتاعتي ناشفة، لا تكون مستوية بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هاخدها طبعا وهرس الموزاية بتاعتي. بعد ما هرست الموزاية هنزل عليها بالثوم بتاعي. تمام كده، وهخلطهم مع بعض كويس جدا. هخلط الثوم بالموز وهرس كمان الثوم مع الموز كويس جدا. تمام كده. تمام. بعد ما هرست الثوم والموز زي ما حضراتكم شايفين، هحتاج مع الوصفة دي كمان معلقة من زيت الزيتون. تمام. هحط معلقة من زيت الزيتون وهقلب بقى الخليط ده مع بعضه. طب الخليط ده احنا هنستخدمه في ايه؟ عايزه اقولك ان الخليط ده ممتاز، هيفيد جدا مرضى الضغط ومرضى السكر، هيتاخد على الريق، وكمان بيظبط السكر كويس جدا وبيظبط الضغط، وكمان بينزل كل الدهون الموجوده في الجسم. يعني الوصفه ديت ممتازه. كلنا طبعا عارفين فوائد التوم. التوم فوائده يعني مضاد حيوي عظيم وكنز رباني فعلا مش اختراع. يعني طبعا كلنا عارفين ان الثوم مذكور في القرآن الكريم. بعد كده زي ما حضراتكم شايفين قشرة الموز طبعا مش هنرميها، هنحط معلقة من زيت الزيتون ونيجي بقى على البطن لو فيها اي اسفة ترهلات، بنبتدي ان احنا نجيب قشرة الموزة وبندعك مكان الترهلات بقشرة الموزة وبنلفها بكيس بلاستيك زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده بنحط عليها فوطة ونسيبها لما تعرق كويس، بتنزل كتل من الدهون وبتشد البطن كويس جدا. يعني فعلا الوصفة ديت كنز رباني موجود في الموز وموجود في الثوم. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يعجبكم.